السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل رموش الست بمقادير مظبوطة وان شاء الله هتعجبكم. هننزل في بولة بحوالي نص كوباية من الزبدة المذابة، عليهم معلقتين كبار من السكر البودر. نبدأ نقلبهم كويس لحد لما السكر يبدأ يختفي. هننزل بواحدة بيضة وكمان بياض بيضة وربع معلقة من الفانيليا. هنقلبهم كويس جدا لحد لما الخليط يكون متجانس مع بعض. هننزل بكوباية وربع من الدقيق، وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من جوز الهند، معلقتين كبار من دقيق السميد او دقيق البسبوسة او دقيق السمولينا، وبعدين نص معلقة من البيكنج باودر. ونبدأ نقلب الخليط كويس جدا. اهم حاجة ان الخليط يكون مع بعضه، يعني مش هنعجن، احنا مجرد ان احنا بنلم الخليط وبعد كده العجينة بتبقى يعني بتلزق شوية. هندخلها التلاجة لمدة 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نشكلها دوريات او على شكل اسطوانة، وبعد كده هنشكلها على شكل الرموش. طبعا الكمية دي عملت لي حوالي صينية كبيرة وصينية صغيرة. هنجيب صفار البيضة، هننزل عليها برشة من الفانيليا، وبعدين هنقلبهم وهننزل عليهم بالشوكة، وعلى شكل الرموش نبدأ ننزل عليها بالصفار البيض. وبعدين هندخله الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد بالظبط من 15 دقيقة لحد 25 دقيقة. بعد كده هتطلع بالجمال ده. أهم حاجة إن السيرب لازم يكون سخن ويكون خفيف. وبالهنا والشفا، هتطلع معانا دايبة دوبان. وأشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.